يبقى دلوقتي حضرتك سبت فلوسك محبوسه سنه وخسرت 300 دولار. ده غير تكلفه الفرصه البديله اللي انت كان ممكن تستثمر الفلوس دي في حاجه تانية فتجيب لك مثلا مكاسب مثلا 200 دولار، يبقى انت كده مجموع خسارتك 500 دولار. ال 300 دولار اللي انت خسرتهم وال 200 دولار اللي كان ممكن تكسبهم لو كنت حطيت فلوسك في حته تانية. ابداع والله. مساء الخير. في 22 ديسمبر اللي فات البنك المركزي المصري ولجنة السياسة النقدية اجتمعت ورفعت سعر الفايدة بواقع 300 نقطة أساس، بمعنى ان سعر العائد على الإقراض والإيداع لليلة الواحدة أصبح على التوالي 17.4% للإقراض و16.4% للإيداع. السعر ده هو سعر كوريدور، يعني ده سعر الفايدة بيبقى بين البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق المحلي. وكنا كلنا متوقعين بعد الزيادة دي ان طبعا البنوك هتروح على طول ترفع أسعار الفايدة وتطلع شهادات جديدة، ولكن الأمر ده ما حصلش، واعلنت البنوك انه مفيش أي نية لإصدار شهادات جديدة. وكان الواضح انه سياسة محافظ البنك المركزي الجديد ان هو ما بيحبش الشهادات وما بيحبش الطريقة دي، وبصراحة انا كمان ما بحبهاش. هنتكلم في الموضوع ده. الحكومة لما بترفع او البنك المركزي لما بيرفع سعر الفايدة ده بيكون علشان يواجه التضخم، واللي بيتقال النهارده ان الحكومة ضربت التضخم بار بي جي. البنك المركزي ضرب التضخم يعني بقى بمرزبة زي ما بيقولوا في التلفزيون. لو انت ما انتش فاهم فالموضوع ببساطة ان الاسعار غالية وبتغلى، فالبنك بيرفع معدل الفايدة علشان يلم الفلوس من ايد الناس، وبالتالي يقلل جانب العرض وبالتالي يسيطر على الاسعار. طبعا الكلام ده هو الكلام في ظروف طبيعية ومنطقية. تقول لي يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انت دلوقتي واقف في طابور مكون من 10 افراد واقفين على محل عايزين تشتروا سلعة، السلعة دي في منها جوه المحل 10 سلع بس، مفيش مشكلة، كل واحد هياخد سلعة. طيب لو السلع اللي جوه المحل عددها 9 وانتوا 10، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل اللي بيبيع السلعة في المحل هيرفع سعرها. ليه؟ علشان واحد من ال10 يمشي. نظرية العرض والطلب المعروفة. طبعا الكلام ده في حالة برضو ايه؟ ان البائع ما عندوش قدرة على زيادة الانتاج، ان هو يجيب كميات اكبر. طيب ايه اللي يخلي ما عندوش قدرة على زيادة الانتاج؟ ان في مشكلة في الاستيراد، ان في سلع موجودة في الجمارك، ان في مشكلة في الدولار، وبالتالي السعر هيزيد علشان واحد من اللي واقفين ياخد بعضه ويمشي. تمام؟ تخيل بقى معايا ان العاشر اللي خد بعضه ومشى ده راح البنك عشان ياخد قرض، علشان بعد ما ياخد القرض يرجع يقف في الطابور ويشتري السلعة. كده ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان الطلب برجع يبقى ازيد من العرض تاني، فلازم يحصل توازن، فسعر السلعة هيزيد تاني. طيب تخيل بقى انه الراجل اللي راح البنك ده راح لقى فايدة الإقراض عالية، فخلاص صرف نظر عن السلع. يبقى ده بنرفع الفايدة عشان كده انه اللي هياخد قرض يشتري سلعة استهلاكية او سلعة كمالية ملهاش لازمة، لا فكر كتير بقى عشان فايدة القرض عالية، فاحنا لمينا الفلوس من ايد الناس. ادي نقطة. هتقول لي مش شرط اكون لميتها، هو خلاص مش هياخد القرض. فاحنا عملنا الشهادات علشان بدل انت ما انتش هتاخد القرض عشان فايدة القرض عالية، ممكن تفكر ان انت تحط فلوسك في الشهادات وتاخد الفايدة بتاعت الشهادات تتبسط بيها. هنيجي هنا النقطة ان في واحد ممكن ياخد الفايدة بتاعت الشهادات ويصرفها في السوق، او يروح يقف في الطابور برضه، يحوش كام شهر كده ويروح يقف في الطابور. انا برضه بضرب امثلة مبسطة جدا بحيث ان انت تقدر تفهمها. لاجل النقطة دي ولاجل ان الدولة عايزة تكافح التضخم بكل ما اوتيت من قوة، عملت شهادة ال 25% اللي بتستحق فايدتها بعد سنة كاملة مش شهرية. لو عايز الشهرية عندك ال 22.5، وناس كتير قوي هتفكر طب ما انا اولى بقى بفرق ال 2.5%، خليها سنة سنة. وفي ناس لا، طبعا اللي هياخد ال 25% ده خلاص ده خرج فلوسه، خرجت من السوق، قللت جانب الطلب. المشكلة فين بقى وليه انا ما بحبش الشهادات؟ ان في كل الكلام اللي انا قلته ده انا بتكلم على جانب الطلب، لسه ما اتكلمناش على جانب العرض. تعال بقى نتكلم على جانب العرض. لو انت طرف في العرض فانت عندك احتمال من 3، اما ان انت بائع سواء جملة او تجزئة، او ان انت راجل بتصنع، او ان انت راجل بتستورد. مفيش احتمال تاني. لو انت اي واحد من ال3 دول فرفع او ال4، فرفع الفايدة بالشكل ده هيخليك تفكر 1000 مرة. بقى في حاجة في الاقتصاد اسمها معدل عائد على الاستثمار، او معدل عائد على رأس المال، او ROI او الريتيرن اون انفستمنت. لو انت معدل عائد على الاستثمار بتاعك اقل من ال 30 او ال 35%، يبقى انت بتهرج. ليه بقى؟ لانه بالمنطق كده، لو انت عندك سوبر ماركت، السوبر ماركت ده انت جايب عماله وبتدفع اجور وبتنزل تروح وتشوف ومشاكل والبضاعه واللي وده ناقص وده موجود وصل مش عارف ايه وورد الفلوس ومخاطره بقى ان في ده الثلاجه فصلت فالجبنه باظت. الحوارات الفلوس في السوق فيه مخاطره. لو انت بتعمل الهيصه دي كلها وفي الاخر ال ROI معدل عائد على الاستثمار بتاعك يساوي 25% او حتى 30%، يبقى انت بتهرج.
ليه؟ لان انت ال5% الزيادة ديت مش مستاهلة المخاطرة يا حبيبي. حط فلوسك في البنك ونام على الكنبة كده وانت سايب دراعاتك، تكسب 25% بمخاطرة صفر وانت نايم ومبسوط و10/10. مبسوط كده، تمام كله كده. فالفايدة العالية دي هتخلي جانب كبير من العرض يخرج من السوق. يعني في الغالب السلعة اللي فيه منها 9 قطع هم هيقلوا على فكرة، مش هيبقوا 9. خلي بالك كمان ان انا افترضت انه في حد بيكسب 25% معدل عائد على الاستثمار، وانه السوق مش واقف، او ان في ناس بتخسر وفي ناس بتخسر وبتقفل، في ناس بتقتل الكتاكيت. وخلي بالك انا افترضت ان اللي قاعد دلوقتي ده كلهم بيحققوا معدل عائد على الاستثمار 25% وتمام 10/10. طب خسرانين برضه تحطهم في البنك، انت بتخاطر ليه؟ وبتصحى الصبح بدري وتنزل الشغل وتروح من الشغل ليه؟ عشان 25%. ما تحطهم يا ابني في البنك ويجيبوا لك ال 25%. المهم ان الخروج من السوق ده زي ما انا قلت هيأثر على جانب العرض. طب لما العرض يقل سعر السلعة هيزيد برضه، يبقى انت كده عندك سعر السلعة هيزيد، يعني هيزيد وفي نفس الوقت الطلب بيقل. يبقى انت عندك حاجة بقى اسمها ركود تضخمي، اللي هو الاسعار عالية واللي بيبيع السلعة مش قادر ينزل سعرها، وانت ما معكش فلوس، او معاك بس مش قادر تشتري السلعة، ما معكش اللي يكمل تمنها، فالسلعة محطوطة على الرف لحد بقى ما تبوظ او انت تقفل او تقتل الكتاكيت، يعني زي ما احنا بنشوف. الا اذا بقى الدولة عوضت النقص في المعروض. ازاي؟ طبعا مش بالاستيراد، لان ما انت عندك مشكلة في العملة. ان انت تعوض وتشجع بالانتاج المحلي، وبتكلم هنا على الانتاج المحلي القائم بالفعل، لانه صعب ان انت تخلي حد عايز يفتح بيزنس انه مثلا اقول له افتح بيزنس، روح خد قرض بفايدة قد كده، او روح خاطر بقى بفلوسك وخد قرض واعمل وسوي والفايدة موجودة 25%. بتهيألي الامر ده صعب شوية. نقطة كمان وهو انه 25% ده او 22.5% رقم حلو جدا زي ما انا قلت، بس ده بيفقد الثقة في الشهادات، بيفقدها يعني الكريديبيليتي. اللي هو ايه؟ اللي هو احنا كان في شهادات 11% 3 سنين، وبعدين شهادات 18%، كل شوية. اللي هو انت لما بتشتري شهادة، انت قبل ما فترة انتهاء الشهادة تخلص وتاخد فلوسك بتكون نزلت شهادة اعلى منها، وبتكون قيمة فلوسك قلت بالشهادة. وحتى يعني على التلفزيون اللي بيقولوا ايه؟ بيقولوا انه رفع الفايدة ده هيشجع الاستثمار الاجنبي. طيب وهل هو الاستثمار الاجنبي هيسيب امريكا وسعر الفايدة الامريكية والاستثمار في امريكا ويجي هنا يستثمر؟ ويعني الناس بتحسبها حسبة بسيطة جدا، ان انت لو انا هفترض معاك ان انت كمستثمر جيت معاك $1000، خدت ال$1000 حولتهم لجنيهات ودخلت اشتريت سنة 2022 في شهر مارس لما الشهادات بتاعت 18% طلعت، اشتريت بال$1000 دول شهادات. هتحولهم بكام؟ سعر صرف الدولار وقتها كان 15.66 تقريبا، نفترض للتبسيط انه كان 15 جنيه. فانت هتحول $1000 ل 15000 جنيه، وتروح البنك تشتري شهاده ب 15000 جنيه، فايدتها 18%. جميل الكلام؟ جميل جدا. الفايده بتاعت الشهاده دي لمده سنه هتبقى 2700 جنيه، حطهم على ال 15000 تبقى فلوسك 17700 جنيه. خدت انت فلوسك النهارده، وانا هفترض لك ان احنا النهارده في مارس، ان انت مش هتخسرها ومش هتخسر حاجه، هتاخد فلوسك بالفايده كامله، وتحول فلوسك لدولارات وتتكل على الله. هتحول الدولار بكام؟ الدولار النهارده ب 26 تقريبا و44 قرش، يبقى انت هتحول فلوسك بما يعادل $669 و44 قرش. خلي بالك ان انا هنا اتكلمت على سعر دولار البنك، سعر الرسمي المعلن، اللي انت لو رحت البنك تشتري بيه، يعني ما اعرفش بقى هيدولك او لا، ما عنديش فكره، بس احنا عارفين طبعا. مش بتكلم بقى على سعر السوق السوداء، بتكلم على سعر الدولار اللي في البنك. يبقى دلوقتي حضرتك سبت فلوسك محبوسه سنه وخسرت $300، ده غير تكلفه الفرصه البديله اللي انت كان ممكن تستثمر الفلوس دي في حاجه تانية فتجيب لك مثلا مكاسب مثلا $200، يبقى انت كده مجموع خسارتك $500. ال $300 اللي انت خسرتهم وال $200 اللي كان ممكن تكسبهم لو كنت حطيت فلوسك في حته تانية. وده سبب اساسي من رايي ان الشهادات دي يعني موضوع مش لطيف جدا على مستوى الاستثمار الاجنبي، لان المستثمر الاجنبي مش عبيط وبيحسب الحسبه اللي انا بقولها دي. طيب تعالى بقى نفترض ان انت هتكسر الشهادات دي النهارده علشان تشتري شهادات ال 25% او ال 22.5%. النهارده انت لو كسرت الشهادات بتاعه ال 18%، هي ما عداش عليها السنه، لان السنه بتاعتها هتخلص في مارس. لو كسرتها النهارده البنك بياخد الفرق بين سعر الفايده بتاع الشهاده وسعر الفايده في البنك بتاع الحساب الجاري. سعر الفايده البنك بتاع الحساب الجاري تقريبا 4.5%، يعني البنك تقريبا هياخد منك 13.5%. 13.5% دول البنك هياخدهم منك، يعني انت هتاخد من ال 15000 12975. حط عليهم يا سيدي الفوائد بتاع ال9 شهور اللي انت خدتهم،
ما هو انت خدت الشهاده دي قعدت 9 شهور وكل شهر بيجيب 18%، حط عليهم فوائد ال9 شهور اللي هم هيطلعوا 2025، يطلع لك ال 15000 جنيه بتوعك خدتهم سلام. البنك ما بينصبش عليك لما بتيجي تكسر شهاده، بيبقى في حاجه اسمها القيمه الاسترداديه، هي دي اللي انا شرحتها لكم فوق ال 12975، والفرق ده البنك بياخده، وانت كده كده خدت ايه؟ خدت الفوائد وقبضتها، انت بتاخد فلوسك كام. طيب حول بقى يا سيدي ال 15000 جنيه دول لدولارات، يطلعوا كام دولار؟ يطلعوا 567 دولار. يبقى انت حضرتك خسران ولا كسبان؟ خسران طبعا. حكايه ان ال 25% تجيب المستثمر الاجنبي، انا شايف انها مستبعده تمام. بس هي ممكن تعمل ايه؟ هي ممكن تجيب المصريين اللي عايشين بره بيحولوا فلوسهم كده كده هنا لاهاليهم. لا طب خلاص، ما احنا كده كده بنحول دولار، اشتري، حول اكتر واشتري الشهادات. او تجيب الناس اللي عاينه الدولارات تحت البلاطه ما بتستفيدش بيها، لا حول يا عم، بدل ما انا عاين، مش انا كنزت الدولارات الفتره اللي فاتت في السوق والسعر في مضاربات على السعر اللي بيسموها الدولره، خلاص بقى حول بقى كل الدولارات اللي معاك ديت لجنيهات، بدل ما هي قاعده صايعه كده ما بتعملش حاجه، واستفيد بفايده ال 25%. ممكن ال 25% تعمل كده، ولكن يبقى السؤال بعد سنه سعر الدولار هيبقى كام؟ والحسبه اللي انا حسبتها لكم دي هتبقى عامله ازاي؟ وقيمه الجنيه هتبقى عامله ازاي؟ وهتبقى انت خسرت ولا كسبت؟ المؤكد يا جماعه ان انت لو حاطط فلوسك تحت البلاطه فانت بتخسر، ان انت لو حاطط فلوسك صايعه ما بتعملش حاجه فانت بتخسر، ان انت طبعا الاحسن والافضل ان انت يا باولو منتج يا باولو. بصراحه مش عارف اقولها، مش هقدر اقولها، بس انت لو فكرت بعقلك هتبقى عارف الاحسن والافضل ايه. لكن ما تسيبش فلوسك تحت البلاطه، ما تسيبش فلوسك يعني الجنيهات، يبقى انت حضرتك روح اشتري الشهادات. ما دام جنيهات ما انتش حاططها في استثمار، ما انتش حاططها في مشروع، ما انتش حاططها في حاجه، لا روح بقى اشتري الشهادات. ما دام هي جنيهات، ان كانت حاجه تانية ما اعرفش بقى، ده موضوع بقى ايه يرجع لك انت. انا ما اقدرش ادي النصيحه بتاعت الناس اللي شاطرين جدا في الاقتصاد. كلمه 20 جنيه مش هتحصل، وانا احاسب على هذا الكلام، مش من منطق، انا مش مسؤول عن حاجه، لكن انا كنت الحقيقه طالب شاطر جدا في الاقتصاد جدا يعني، عشان بصراحه مش قادر اديها لان احنا في فيديو. فيعني اتمنى لو انتم بتوافقوني في الراي تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب، وان شاء الله نشوفكم في فيديوهات تانية. السلام عليكم.